عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة باذن الله هنعمل مع بعض كيكة التمر او كيكة البلح بطريقة بسيطة وسهلة جدا وطعمها لذيذ قوي قوي. عندنا كوبايتين دقيق، كوباية لبن، كوباية زيت، 4 بيضات، وعندي باكو بيكنج باودر، معلقة كبيرة فانيليا سايلة، وكوبايتين سكر، وعندي كوباية بلح عجوة مقطعاه صغير بالشكل ده. يلا نبدأ بطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة يا حبايبي ان احنا هنجيب شفشق الخلاط، هننزل بالبيض بسم الله الرحمن الرحيم والسكر وكمان معلقة فانيليا سايلة. هضربهم مع بعض على اعلى سرعة لحد ما السكر عندي يدوب. بعد ما خلطنا المكونات يا حبايبي السكر والبيض والفانيليا مع بعض، هننزل بقى باللبن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وزد وبارك، وهضربهم تاني مع بعض. بعد كده يا حبايبي بعد ما خلطت المكونات هنزل بقى بالزيت كمان بسم الله الرحمن الرحيم واضربهم كمان مع بعض. وبكده يا حبايبي بعد ما ضربنا كل السوائل مع بعض والسكر اختلطوا مع بعض جامد كده، الخليط عندي جاهز. نيجي بقى يا حبايبي للدقيق. انا عندي الدقيق كوبايتين ونص دقيق، حطيت عليهم ذرة ملح. هننزل بقى بالبيكنج باودر ونقلبهم مع بعض كويس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وزد وبارك بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هجيب بولة فاضية وهنزل بالخليط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام بتاعه ما شاء الله ناعم. هننزل بقى بالدقيق واحدة واحدة. بعد ما نزلت يا حبايبي الخليط بتاعنا كده هنزل بقى بالدقيق واحدة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم واقلب كويس. هنزل الدقيق يا حبايبي واحدة واحدة واقلب كده في اتجاه واحد عشان الهواء يفضل في الكيكة عندي وما تهبطش مني. بعد ما خلطت الكيكة جامد كده يا حبايبي، خلطت الكيكة بالشكل ده وبقى عندي ناعم جدا، بضرب في اتجاه واحد. شايفين القوام بسم الله ما شاء الله. انا عندي بقى صينية دهنتها زيت اللي انا هعمل فيها، بس انا مش بحط دقيق، هي زيت وبس. دي الصينية بتاعتي، وانا بصراحة بفضل الالومنيوم دايما وبقى حلو. انا هنزل بنص الخليط بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. وبعد كده هجيب بقى التمر بتاعنا، هنزل بالتمر كده على نص الخليط التاني واقلب كويس مع بعض. هقلبهم مع بعض كويس كده. بعد كده هنزلهم في الصينيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وزد وبارك. كيكه التمر دي بصراحه يا حبايبي حلوه جدا وبيبقى طعمها لذيذ قوي قوي بالشكل ده كده. وزعه في كل الاتجاهات في الكيكه. وبكده تكون كيكه التمر عندنا جاهزه ان هي تدخل الفرن. تدخل الفرن على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه على نار هاديه على اخر رف على الشبكه. مش هفتح عليها الفرن خالص الا بعد نص ساعه. ودي الكيكه بتاعتنا يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن انا اختبرتها.
بالخله بالشكل ده. ما شاء الله طلعت معايا نظيفه وما شاء الله هشه وجميله جدا. هي لسه دافيه. انا طبعا طفيت الفرن وسبتها في الفرن ربع ساعه، ما طلعتهاش على طول عشان ما تهبطش. انا هقطعها واوريها لكم. نيجي يا حبايبي نقطع الكيكه مع بعض. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك. بسم الله ما شاء الله. شايفين هشه قد ايه وريحتها تجنن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، اللهم صل وزد وبارك. شايفين البلح ما شاء الله تحت ازاي، ولا اتحرق ولا حصل له اي حاجه. وما شاء الله كيكه هشه وجميله وريحتها تجنن. وبكده نكون عملنا مع بعض كيكة البلح او كيكة التمر بكل بساطة وبكل سهولة. لو عجبتك الوصفة اعملي لايك وشير وسبسكرايب لكل فيديوهاتنا على اليوتيوب من مطبخ اكل السمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.